أهلا بيكم في مذيع بودكاست. البودكاست اللي بيوصل الحكايات من الزاوية اللي محدش بيشوفها. معاكم دعاء أنديل، ومعايا هتسمعوا قصص وأفكار وحكايات مختلفة، لأن ببساطة كل حكاية وليها زاوية. سؤال كده، تعرفوا كام واحد لسه بيستخدم كلمة من فضلك، لو سمحت، بعد إذنك، شكرا جدا لذوقك؟ أعتقد إن الموضوع ده بدأ يتعدى على صوابع الإيد الواحدة. أنا مش عارفة هل سببه تربية، حياة بقت سريعة، ولا إيه بالظبط؟ أنا عن نفسي محتاجة أرد على السؤال ده. أنت شايفة إيه يا رانيا؟ انا شايفة فعلا ان الكلمات دي ما بقتش تقريبا موجودة في حياتنا، مع ان انا شايفة ان هي حاجة مهمة جدا وحاجة حلوة جدا احنا مفتقدينها. يعني قد ايه بتبقى حاجة جميلة ان لما نيجي نطلب من بعض حاجة، حتى لو حد ما نعرفوش، حد في الشارع، حد بنتعامل معاه في اي مكان، كلمة من فضلك دي حقيقي بتفرق. لما نقول كلمة شكرا بتفرق. لما نتعود ان احنا نحترم الكبير والصغير بتفرق جدا. يعني دي حاجة احنا كلنا اتربينا عليها، بس الحقيقة مش عارفة ليه في الفترة دي ما بقتش تقريبا موجودة. حاجة مفتقدينها جدا. ليه لما بندخل على أي مكان نطلب منه خدمة، ليه أول ما بندخل ما بنقولش مساء الخير، بعد إذنك لو سمحت محتاجة كذا؟ هل دي هتبقى يعني هتقلل منك؟ أكيد لأ. فأنا بشوف إن اللي بيعمل كده يعني بحس إن هي حاجة مش ظريفة. لا طبعا مش لطيفة. وخلينا نتفق على حاجة، ان احنا كلنا بنتعلم اسلوب التعامل مع الاخرين لما بنشوف اللي معانا في البيت او اللي في البيئة المحيطة بينا بيتعاملوا ازاي. فاكيد لو احنا رجعنا تاني نراجع نفسنا ونرجع القيم اللي احنا تربينا عليها زمان، اكيد هنقدر ان احنا نعلم الاجيال الجديدة ازاي نتعامل باحترام مع اي حد حتى لو ما نعرفوش، ازاي ان احنا نبتسم في وش بعض، ازاي ان احنا نقدر اي حاجة، اي خدمة حد بيقدمها لنا، حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كان عامل، حتى لو كان ايا كان، ان احنا نتعامل باحترام وبأدب وبشكرا ومن فضلك وبابتسامة لطيفة. لان ده مش هيقلل منك، بالعكس انا بشوف لما بتعمل كده ده بيزيدك احترام، مش لغيرك اولا، بيكون ليك انت، بيزيدك احترام لنفسك، ان انت شخص خلوق، شخص بتحب الناس، شخص محترم في نفسه. فبالتالي اعتقد ان زي ما ربنا قال الكلمة الطيبة صدقة، لو بدأناها باحترام وبأدب ومن فضلك ولو سمحت وبعد إذنك وشكرا على الحاجة اللي انت عملتها، وكل الكلام أنا بسميه جبر خاطر. عارفة لما بقابل حد شكرا على اللي انت عملته، شكرا تسلم ايدك، كل الكلام ده بحس ان هو يعني بيزيدني أنا احترام، وبيخلي الناس كمان تبصلي نظرة مختلفة، ويمكن حد يتعلم، بالذات الأولاد الصغيرين. ده أكيد هيزيد من احترام الآخرين ليكي. وبعدين زي ما انتي قلتي الكلمة الطيبة صدقة، وكمان ده نوع من أنواع جبر الخواطر. لما انتي النهاردة تبقي ماشية في الشارع مبتسمة في وجوه الناس اللي حواليكي، أكيد لما أنا أشوف حد ويلاقيني إن أنا ببتسم وإن أنا بتعامل معاه باحترام، على فكرة الحاجات دي عاملة بالظبط زي العدوى. صح، بتفرق. النهاردة أنا هعامل اللي قدامي باحترام، بابتسامة، بتقدير، أكيد هتعامل معايا بالمثل. احنا بجد افتقدنا الحاجات دي كتير. أنا بشوفها في المدارس، في الجامعات، في الأخلاقيات العامة. يعني مش عارفة الواحد يحاول يرجع للقديم تاني. أعتقد أكيد يمكن في بعض الحاجات، مش هنقول إن كلها، لكن أعتقد إن في حاجة زي كده القيم اللي فيها الاحترام والتقدير، أعتقد إن احنا محتاجين نراجع نفسنا فيها تاني. وأعتقد إن احنا محتاجين إن احنا نرجع نوعي أولادنا بيها تاني، ضروري. وأكيد لو كل واحد ابتدى بنفسه أكيد هنقدر نرجع للعادات الجميلة اللي افتقدناها في حياتنا. يا ريت نبدأ بنفسنا ونرجع تاني نقول من فضلك ولو سمحت وبعد إذنك وشكرا. تعالوا كده نجرب ابتسامة حلوة. تعالوا طيب نجربها كده مثلا أسبوع وشوفوا حياتكم هتبقى عاملة ازاي، وانا واثقة ان حياتكم هتبقى احسن كتير، واولادكم هيكونوا افضل كتير، وهتبقى اكيد احلى كتير ان شاء الله.
ودي كانت حلقتنا من مذيع بودكاست. افتكروا دايما إن لكل حكاية وليها زاوية. استنوني في الحلقة الجاية بموضوع جديد وزاوية جديدة، ومتنسوش تعملوا فولو عشان يوصلكم الحلقات أول بأول. سلام.